محطات شارع مراسينا. زمان كانوا بيقولوها بالصاد مش بالسين. في الحكايات نحكي لكم حدوته حلوه. عارفين الممثل اسماعيل ياسين طبعا. فمره حكى ان في بدايه حياته من السويس، هو من السويس اصلا، وكان ساعتها لسه صغير 16 17 سنه 18 سنه. سرق 6 جنيه من سته وهرب جه على مصر. راح عند قرايبه قابلوه وحش بعد ما الفلوس خلصت. طبعا اضطر ان هو يخلع وراح عاش او نام في جامع السيده الزينب. لسوء حظه قرروا قدام الجامع ان الجامع يتقفل بالليل وما حدش ينام فيه. سوء حظ. فهو اللي بيحكي عن لسانه ذكر، قال لك اتجهت الجامع او رحت جامع مراسينا بالصاد. ده جامع مراسينا. دخل يا عيني وقت صلاه العشاء والناس بتصلي، دخل استخبى ورا باب الجامع ونام. فوجئ يا عيني عند صلاه الفجر حد بيقول له طقم الشاي بتاع الجامع اتسرق وانت اللي خدته. والله يا عم انا ما خدت حاجه وانا كذا وما على باب الله. المهم صعب على شيخ الجامع، جامع المراسينا، انا عمال اكررها لان ده جامع بتاع مراسينا مفيش جامع تاني غيره. انت اللي خدت طقم الشاي؟ لا. جه شيخ الجامع انت ايه حكايتك؟ شكلك ابن ناس وما النوم هنا، انت منين؟ قال له انا من السويس وحكايتي كذا كذا كذا. فراح مديله حوالي 30 قرش اجره العربيه ان هي تروحه، او ريال حاجه زي كده. فعلى اساس ان هو يروح بلدهم وخلاص بقى الموضوع ينتهي. وكانت دي اول محطه من محطات الفنان القدير الله يرحمه اسماعيل ياسين. كانت بدايته فين؟ سيدة زينب، جامع مراسيل. خلص الكلام من كده.